اهلا بكم في طريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج السرطان، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج السرطان، أنا شايف إن انتوا ممكن تكونوا بتتمتعوا بالجمال أو بالكاريزما أو الشخصية أو حتى المظهر اللي بيخلي يمكن في شخص كتير منجذب اتجاهكم أو عايز طول الوقت يكون معاكم أو يشوفكم. في حد زي ما يكون بيحمل مشاعر قوية جدا اتجاهكم. في حد زي ما يكون عايز الحب ده أو المشاعر دي تتحول لارتباط أو لاستقرار. في حد زي ما يكون ما بيحبش اللف والدوران، ملوش في تضييع الوقت أو في العلاقات العابرة. كتير منكم يمكن بتحب تكوين الصداقات الحقيقية. يمكن عندكم مش بكثرة العدد أو بكثرة الناس اللي حواليكم، قد ما هي قد زي ما انتوا يعني بالمشاعر الحقيقية وفعلا صدق مشاعر الناس اللي انتوا بتكونوا موجودين معاها اتجاهكم. يعني بتحبوا البساطة. أنا شايف إن انتوا بتحبوا البساطة، بتحبوا الفرح، بتحبوا يمكن يعني تتشاركوا مع الناس سعادتكم. أنا شايف كمان ممكن ما بتبخلوش على حد ممكن يكون بيطلب منكم مساعدة، سواء كانت مساعدة مادية أو معنوية أو حتى نصيحة. أنا شايف إن الناس بتحب وجودكم أو بتحب كتير إن انتوا تكونوا أو بتحب إن هي تكون حواليكم. يمكن روحكم حلوة أو يمكن بتتمتعوا بخفة الدم، بس انتوا زي ما تكونوا ليكم طلة حلوة جدا أو يعني بتلفتوا انتباه الشخص اللي قدامكم بطريقة يعني يعني أنا شايف إن انتوا كتير مميزين. أنا شايف إن زي ما يكون في حاجة جديدة داخل حياتكم، يا إما فرصة يا إما علاقة حب قوية جدا يا إما اعتراف يا إما بداية، يعني بداية جديدة لعلاقة انتوا فقدتوا الأمل فيها. وممكن يكون حد عايز يرتبط بيكم أو يتقدم. يمكن حد عايز زي ما يكون يفضفض بكل اللي جواه أو يعترف بحبه أو مشاعره. يمكن حد عايز يديكم هدية أو يمكن حاجة انتوا بتتمنوها وربنا هيرزقكم بيها. بس في حاجة جايلكم وزي ما يكون مش منتظرة مقابل منكم. أنا شايف إن في كتير منكم ممكن تكونوا في علاقة زواج، وممكن يكون في تأخر في الإنجاب أو الحمل، وربنا هيرزقكم بطريقة شبه معجزة. يمكن في كتير منكم في علاقات عاطفية يمكن فيها يعني فيها عقبات أو رفض من العيلة، أو حاجة أو حاجات بتخص ارتباطكم ببعض أو عوائق في العلاقة دي. بس أنا شايف إن زي ما يكون الأمور هتمشي بسلاسة أو زي ما يكون في معجزة، يعني معجزة حصلت في حاجة زي ما يكون ممكن لكتير منكم شبه مستحيلة أو فقدتوا الأمل فيها، وفجأة ربنا هيرزقكم بيها. أنا شايف إن في حد بيحبكم جدا، بس أنا شايف إن في ناس كتير ممكن تكون محرومة من حاجات معينة، ممكن تكون في علاقة أو في زواج أو فجأة ترزقوا بيها في شخص هنا زي ما يكون كتير معجب بيكم، والشخص ده من كتر ما يعني بيكتم في مشاعره، يعني عايز يعترف بحبه. في شخص زي ما يكون مش قادر يبعد عنكم أكتر من كده وعايز يرتبط بيكم. أنا شايف إن يمكن عندكم فرحة أو سعادة أو خبر حلو، في حاجة حلوة يعني هتستدعي إن انتوا تفرحوا بشأنها أو هتحتفلوا بشأنها. في حاجة انتوا تستحقوها، الحاجة دي هتجيلكم. يمكن انتوا صبرتوا، يمكن انتوا عندكم إيمان وتفاؤل وما فقدتوش الأمل، وكانت ثقتكم بربنا كبيرة جدا. بس في حد يعني بيحمل لكم خير غير عادي غير طبيعي. في حد بيحبكم، سواء الحب ده موجود أو هيكون موجود، بس في حب متبادل ما بين اتنين. انا شايف ان نازل لكم كارت هنا اللافرز، يعني يعني الحب ده متبادل وفي طاقة حب قوية جدا في القراءة دي. وزي ما يكون هيبقى في ارتباط أو زواج أو سعادة أو بهجة أو احتفال في حاجة هنا، يعني تخص طاقة، يعني طاقات إيجابية. في طاقة إيجابية هنا، في حاجة محتاجين فيها إن بلاش تفقدوا فيها الأمل. خليكم يعني صابرين. ممكن تكونوا انتوا تعبتوا كتير أو صبرتوا كتير، بس أنا شايف إن انتوا هتوصلوا. انتوا هتوصلوا للحاجة اللي انتوا بتتمنوها. صحيح الأمر ممكن يكون تعبكم نفسيا وضاغط عليكم ومؤثر على مشاعركم وحياتكم وطاقتكم، لكن أنا شايف إن التعب ده أو عدم القدرة على النوم والتفكير الزيادة ده ملوش لازمة.
أنا شايف إن انتوا يعني تناموا وخليكم مطمنين وخلوا ثقتكم في ربنا، لأن انتوا هتوصلوا وهتحققوا الحاجة اللي انتوا بتتمنوها، والسلام هيدخل قلوبكم والفرحة هتدخل قلوبكم، واللي انتوا سعيتوا ليه وتمنيتوه هيتحقق. في كتير منكم في علاقة مع شخص والشخص ده مش مبين أي مشاعر، وهو أصلا جواه حب ليكوا، وانتوا مش ممكن يعني تتخيلوا فجأة الشخص ده هيعترف بحبه، لأن هو مش قادر يكتم مشاعره أكتر من كده. أنا شايف إن في طاقة حب قوية جدا باختلاف كل واحد وحياته طبعا واللي هيحصل في حياته، بس في طاقة حب قوية جدا في القراءة دي. انتوا معاكم هنا كارت اللافرز، ومعاكم يعني ايس اوف كابس، ومعاكم ايس اوف بنتكلز، وفي بدايات جديدة وفي معجزات وفي يعني بيبان كانت بالنسبة لكم يعني يمكن شبه مستحيلة إن هي تتفتح وفجأة هتتفتح ليكم. بس أنا أول مرة يعني أشوف قراءة يكون فيها الكروت الحب دي كلها. في حب هنا غير عادي، غير طبيعي. في حد زي ما يكون عايز يقدم لكم قلبه وخلاص، قلبه مبقاش ملكه. ممكن يكون الشخص ده رومانسي ولكن مش بيبين ليكم، لكن الشخص ده يمكن صابر للحظة أو منتظر اللحظة المناسبة. بس الشخص ده يمكن كل يوم عن التاني يمكن حبه ليكم بيزيد، بس يمكن منتظر اللحظة المناسبة أو التوقيت المناسب أو الظروف تتغير للأحسن. يمكن في حاجة أو لحظة مناسبة الشخص ده منتظرها للاعتراف بحبه، أو بالمبادرة، أو يمكن بالصلح، أو يمكن بالارتباط، أو إن هو يتقدم ليكم. فأنا مش عايزكم تقلقوا، وبلاش أي تعب وبلاش أي أفكار سلبية، لأن أنا شايف إن اللي جاي في حياتكم هيكون في سعادة وبداية جديدة، فاستبشروا خير. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.